السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم يا جماعة في فيديو جديد. وطبعا حكاية فنغي اللي احنا قاعدين بنعمل فيها اليومين دولت. فالمهم يعني قبل ما نكمل الحكاية تضغط على زر اللايك والاشتراك وصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقولولي في الكومنتات إذا كان انتوا عاوزين الفيديو الجاي عن حكاية فنغي أو عن حكاية تانية. ويلا بينا نكمل في سرد حكايتنا. بنكمل حكايتنا بعد ما الوحش بيهجم على لين وصاحبتها، واللي بتقول لصاحبتها تخلي بالك، وبعديها بتصدي الضربة للوحش وبتقطع راسه في وقتها. وبنعرف ان الوحش دوت مكون من اجساد الناس اللي ماتت هنا، وان كل الناس اللي ماتت هنا اتحولت لكائنات شاذة. ولحد دلوقتي احنا مش لاقيين مكان الشذوذ بالظبط. الشذوذ دوت اصلا بيعملنا زي ما يكون كفئران تجارب، شكل كده قوته لا تقهر. وصاحبة لين وقتها بتاخد بالها من حاجة، بتاخد بالها من عين كده قدامهم. وقتها العين ديت بتبدأ اللي هي تطلع عيون تانية، وتبدأ اللي هي تتكاثر. بتحاول وقتها انها تضربها، بس العيون مش بيحصل لها اي حاجة. لين وقتها بتقول لصاحبتها اللي هي تاخد حذرها، عشان شكل الشخص دوت بدل اللي هو يفقد صبره. وقتها لين بتحس بحاجة غريبة، بتبص وراها وبتلاقي زي ما يكون عين بشرية بتبص لها. وقتها لين زي ما يكون بتحس ان هي دخلت عالم موازي، وفي العالم ده زي ما يكون الشذوذ كان قاعد بيمتصها، وبتحس خلاص ان ديت هي النهاية. وقتها بتستسلم للواقع، وبتقول شكلها كيف عشان في تحقيق مهمتنا. بس وقتها فرق بين التدخل الخطير اللي يخلي سروالك يطير، وبيقول ده الموضوع كده كان هيفوتني. ووقتها لين بتستغرب من حضور فنغ، وفنغ وقتها بيحرم من الوهم اللي هي كانت فيه. لين وقتها بتقول ده فعلا ابن عمي، ده هو اللي انقذني، اكيد مش شخص عادي، لا 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 لا. ووقتها الشذوذ على طول بيلف ناحية فنغ وبيهجم عليه. فنغ على طول وقتها بيطلع سيفه وبيلف له وبيديله بعد كده القاضية في الحتة الفاضية. والتقنية اللي عملها كان اسمها شفرة اللهب القرموزي. صاحبة لين بتقول ايه ده، هو احنا متنا ولا ايه؟ وبتقول وقتها ايه ده، ايه بحر النار اللي حوالينا ده؟ فنغ وقتها بيقول لها ما تخافيش، احنا كده كده عايشين بنسبة 300%. وقتها صاحبة لين بتعرفه وبتقول له ثانية واحدة، هو انت اللي كنت انقذتنا في اخر مرة؟ وقتها فنغ بيقول لها ايوه بالظبط، انا اللي كنت هزمت الشذوذ في اخر مرة. لين بتنصدم وبتقول يعني ابن عمي هو اللي كان انقذكوا؟ صاحبتها بتقول لها ايوه بالظبط، ده ابن عمك دوت شخص عظيم، انت مش قلت ان هو شخص متوسط عادي؟ ده هو دوت الراجل اللي شق الأراضي بضربة واحدة، وخلى الخبير اللي فيها 3 نجوم ينهار، ولفت انتباه جيلان. لين وقتها بتقول ثانية واحدة، يعني الشخص اللي كان دخل في عالم الروح دوت كان ابن عم بجد؟ فالغ وقتها بيقول اشمعنى انتوا جيتوا لوحدكم، مش المفروض انتوا تيجوا انتوا زملائكم؟ صاحبة لين بتقول ان الاتنين كانوا مشغولين ومش يجوا، زائد اللي احنا شغلنا كده استقلنا المهمة. فالغ بيقول في السر وفعلا الفريق دوت كان كل واحد عنده افكاره الخاصة، وكده مش كان هيدوم طويل اساسا. وقتها فالغ بيبص لين وبيقول لها طالما انت عرفت هوايتي وكمان انا بثق فيكم، فايه رايك يا لين نشكل فريق؟ صاحبة لين وقتها بتكون فرحانة ان فالغ قال حاجة زي دي. وقتها لين بدها انها تفكر اذا كانت فعلا تنضم لفالغ ولا لا، وبعد تفكير بتوافق فعلا هي تنضم ليه. وبعدها بتقول ان جيلان نشرت للتو مهمة جديدة، وبتضح كده ان في زمن ظلام ظهرت، وهي موجودة في منطقة الظلام القصوى، والمكان دوت موجود في حدود دولة شيا. وقتها فالغ بيسألها اذا كان في اي معلومات اضافية، وقتها لين بتقول ان مفيش اي معلومات غير المعلومات المكتوبة ديت. فالغ وقتها بدون ما يفكر في الموضوع دوت، وفي الوقت دوت جيلان بتنزل معلومات اضافية، بس بتنزل تحذير ان الشذوذ اللي هناك ممكن يكون اقوى من اي شذوذ واجهته. وصاحبة لين بتكون مستغربة من كمية المعلومات اللي جيلان نزلتها، وجيلان بتقول خطر الموت هيكون كبير، وكمان الشذوذ من الفائس لو كان عندك فريق قوي وموثوق فلازم تسجل. وفي الوقت ده بيكون في بنت ماشية ورا شوية جنود من الجيش، وبتقول استعدوا عشان احنا دلوقتي هنمشي. بنرجع بعدها عند فانغ اللي بيقول احمد فريق قوي وموثوق ده انا كده هتفشخ، بس دي برضه دوت مش معنى ان الموضوع دوت بيحمس، انا عاوز اشوف منطقة الظلام القصوى. بنرجع تاني عند البت ديت، وبنعرف بعديها ان في شخص من الرواد مش هيجي، شكله كان شخص قوي. فالبت بتقول مش مهم، اهم حاجة نجمع زهرة الصقل المفقودة، عشان المهمة ديت نثبت ان جاب فيها 1 من كل 9.
دوت هو الطريق الحتمي اللي بينها قوة شيء جمع زهرة الصقل المفقودة، سواء كان العمود الفقري المستقبلي لشيء، فكل الناس اللي تقدموا دوت مصيرهم هيكون مجهول. فمهما حدث احنا لازم نجمع المجيد من ظهور الصقل المفقود. المعلم هو الرائد الوحيد اللي في شيء وصل لعالم الماس، يجب علاجه وإيقاظه بزهرة الصقل المفقودة. المعلم اللي هو الراجل العيان اللي انتوا شايفينه دوت. اي حد اساسا هيخش قوة الالماس او عالم الالماس يعني مش هيبقى اقل من الطاقة او الاسلحة النووية. المساعدة وقتها بتقول بس انت حياتك مهمة برضو. وقتها البنت بتقول صحتي مهمة اكيد عشان حياتي اعيدت بواسطة زملائي. وبس وقتها بتدرك اللي هي عملته وبتقول اسفة انا مش كان لازم انفعل كده، بس عموما لازم اشرب الدواء دلوقتي، خلاص الذكرى ديت بقت من الماضي. وبعديها بنرجع لذكرياتها لما القائد ضحى بنفسه عشانها وبيقول لها شياه ومهمة زهرة الصقل المفقودة هنتركها كلها ليكي. وقتها بتقول له لا لازم اذهب ايها القائد. القائد وقتها بيديها كل طاقته الباقية وبيقول لها انت لازم تعودي حية. شياه وقتها بتقول هم عطوني كل قوتهم الروحية بس كل القوة ديت مش اشتغلت. وبعد ساعة و45 دقيقة الفريق بتاعنا بيكون وصل على المكان. فالغ وقتها بيبص قدامه وبيقول هي منطقة الظلام المطلق، مع ان ما بيننا وما بين المنطقة ديت حاجز بس برضه حاسس بالقوة اللي جواها. وقتها صاحبتين بتقول شذوذ زي دوت اكيد اخطر الاف المرات من الشذوذ بتاع امبارح. فالغ وقتها بيقول طب بصوا قدامكم كده انا مش كنت متوقع ان كل الرواد دوت يجوا، لان وقتها بتقول اكيد عشان شذوذ زي دوت اقوى من اي شذوذ ممكن نكون واجهناه قبل كده. فالغوتها بيقول انا شخصيا كنت قاتلت 2 من الشذوذين دولت قبل كده، واللي ما بينهم كان وقتها التعبان والكائن التاني دوت، وفرق الذكاء ما بين الاتنين كان ملحوظ. فالشذوذات ديت كائنات اساسا ماكرة ووصلت فعلا لنقطة لا يمكن قمعها، عشان كده لازم نعمل الرحلة ديت. وفي الوقت اللي بيكون الكل بيتجمع فيه صورتها بتكون موجودة واللي بتاخد بالها وقتها من فنغ، وبتقول يا لهوي الشخص دوت ايجا وكمان ايجا معاه بنتين، وصاحبتها وقتها بتكون مستغربة منها وإذا انها تتعب وقتها ان فنغ مش يلاحظها، بس وقتها فنغ بيلاحظها طبعا. وقتها سو بتقول ايه ده انت جيت كمان للمنطقة ديت، انا خدت بالفعل الملف الجيش المتواصل الخاص بيك. وقتها صاحبة لين بتجيب العيد وبتقول هي ديت مرات فنغ ولا ايه، ولين بتقول لابن عمي انت. سو وقتها بتقول ان دوت سوء فهم، وفنغ بيقول لا هنا التقويم بعد المهام. وقتها الشخص بيجي وبيقول ايه مجموعة الاطفال دي في ايامنا دي الرواد الصغيرين مش بيكون لهم اي لازمة زيكم كده وقاعدين بس بتهزروا. ووقتها صاحبة لين طبعا بتتعصب وبتقول له ما تلمي نفسك كده يا عم العجوز، انت كده لازم تهتم بشؤونك عشان احنا ما نعرفش مين اللي هيخاف من اول واحد من الموت. وقتها الراجل بياخد باله ان العربية وصلت وبيقول ايه المركبة وصلت ايه خلينا نشوف بقى مين اللي هيخاف. ووقتها شيا ولان بتفتح باب المركبة والناس بتقول هي دي اختي جيلان، دي شكلها فعلا هي. ووقتها فانغ بيقول اكيد هي اللي هتفتح لنا البوابة. ووقتها شيا فعلا بتروح ناحية البوابة، واول وقتها ما بتروح عند البوابة بتطلع حجر غريب كده وفعلا البوابة بتكون خلاص هتتفتح وبتقول الجميع يجي هنا الابواب العظيمة تفتح. وكده بيخلص الفيديو بتاعنا، اتمنى طبعا يكون عجبكم وتكونوا حطيتوا اللايك والاشتراك. كلنا في الفيديو الجاي اذا كنتوا عاوزينه يكون عن حكاية فنغي او عن اي حكاية تانية، ولو انتوا عارفين حكاية ممكن الخصها ويكتبولي يعني. ويلا كنت كده خلصت الفيديو وسلام.